اللي صار لي هذيك الليلة الحين مو قادر أنساه. أذكر اليوم ذاك زين، كان طالع من الدوام متأخر حيل، الساعة يمكن 2:30 أو 3 الفجر، مو متذكر عدل، والشارع فاضي بطريقة مو طبيعية، حتى السيارات نادرة، وكأن الدنيا كلها نايمة إلا أنا. كان من هد حيلي، مو بس تعبان، لا، تعبان لدرجة أحس جسمي مولي، ماري نفسي أتعشى وما فيني حيل أوقف حتى آخذ شيء من مطعم. كل اللي أبيه إني أوصل البيت وقط نفسي على السرير. وأنا أسوق كنت أحاول أفتح عيوني غصب، الشارع مظلم، اللمبات بعضها طافي وبعضها يطفي ويشتغل ويعطي جو غريب، كأنك مو بالكويت، كأنك بمكان ثاني. لما وصلت الحارة حسيت بشيء مو طبيعي، هدوء زيادة عن اللزوم، حتى الكلاب ما تنابح، ماكو أي صوت. وقفت قدام البيت وطفيت السيارة، قعدت شوي بمكاني أحاول أستجمع طاقتي عشان أنزل، بس قبل لا أفتح الباب شفتها، قطوة سودة بالكامل قاعدة يم باب بيتي بالضبط، مو تتحرك بس قاعدة وتطالعني. قلت يمكن قطوة عادية، بس اللي خلاني أتجمد مكاني ما كان له ظل. اللمبة اللي فوق باب البيت شغالة وكل اللي تحتها كان له ظل إلا هذه. قلت يمكن تعبان وتوهم. نزلت من السيارة شوي شوي، والقطوة بنفس مكانها، عيونها تلمع بطريقة مو مريحة. حاولت أشر لها عشان تروح، قلت لها بس روحي، ولا كأنها سمعتني. تقدمت خطوة وفجأة قامت، ما تحركت بسرعة ولا ببطيء، كانت حركتها حيل غريبة، كأنها تتزحلق على الأرض مو تمشي. وقفت القطوة عند الباب وأنا وراها، حاولت أتجاهلها، فتحت الباب بسرعة ودخلت وسكرت وراي. أول ما دخلت حسيت بشي غلط، البيت كان بارد بزيادة، مو برودة تكييف، لا، برودة غريبة. على طول ناديت أمي، يما، ما في رد. طبعا أهلي مسافرين هالفترة وأنا كنت ناسي الموضوع من التعب. ضحكت على نفسي وقلت أكيد التعب لاعب فيني. رحت للصالة وكل شيء كان طبيعي، بس في شيء كان مو طبيعي، صوت خفيف كأن شيء يمشي على السيراميك. وقفت مكاني، الصوت جاي من المطبخ. قلت يمكن القطوة دخلت وراي، بس أنا متأكد إني سكرت الباب. قربت شوي، قلبي يطق بسرعة. وصلت باب المطبخ وسكت الصوت. فتحت الليت، ما في شيء، بس الأدراج مفتوحة شوي. قلت يمكن أنا ناسيهم. سكرتهم ولفيت بروح أطلع. سمعت الصوت مرة ثانية، بس هالمرة وراي. التفت شوي وشفتها، نفس القطور قاعدة عند باب المطبخ، بس الفرق كانت داخل البيت. قلت شلون دخلتي؟ ما تحركت، بس عيونها كانت تلمع أكثر. قامت تقرب، رجعت ورا لين وصلت الصالة. قلت خلاص لنفسي، خلاص أبي أطلعها بأي طريقة. فتحت باب البيت وقلت اطلعي. القطوة وقفت، وبعدين لفت راسها شوي كأنها تبتسم وما طلعت. بدال ما تطلع اختفت قدام عيني، مو ركضت مو نطت، اختفت. وقفت مصدوم، قلت لا، أنا تعبان، هذا كله تعب. سكرت الباب وقررت أروح غرفتي وأنام وخلاص. دخلت الغرفة، سكرت الباب وطحت على السرير. ما أدري كم مر وقت، يمكن دقائق، بس قعدت فجأة على صوت. عيوني كانت نص مفتوحة وشفتها قاعدة على صدري، نفس القطوة، وجهها قريب من وجهي وعيونها تلمع بنور غريب. ما قدرت أتحرك، جسمي كله متيبس. حاولت أصارخ ما طلع صوت، وهي قاعدة تطالعني وتقرب وجهها أكثر، لين حسيت بنفسها على وجهي، بارد بطريقة تخوف، لدرجة حسيت برجفة. وبعدين تكلمت، القطوة، بصوت مو راكب عليها، صوت إنسان بس مكسور. قالت تأخرت اليوم. دموعي نزلت غصب،
شلون تعرف أني تأخرت؟ قالت مرة ثانية: كنت ناطرتك. وبعدين فتحت حلجها بشكل مستحيل، أكبر من الطبيعي، داخله ظلام، بس مو ظلام عادي، كأن في شيء يتحرك داخله. غمضت عيوني بقوة، وأول ما فتحتهم ما كان في شيء، اختفت. قمت مرعوب والعرق يصب من جسمي، وعلى طول شغلت الليت. الغرفة فاضية، فقلت خلاص حلم، أكيد حلم. بس لما قمت وشفت صدري كان فيه أثر مخالب، 4 خطوط حمرة. من ذاك اليوم كل ليلة على الساعة 3 بالضبط أسمع نفس الصوت يم باب غرفتي، وأحياناً أسمع صوتها. ومرة وأنا نايم حسيت بشيء ثقيل على صدري، وفتحت عيني وشفت الباب كان مفتوح شوي، وأنا متأكد 1,000,000% إني قافلة قبل لا أنام. وقتها ما تحركت ولا حتى حاولت أقوم، كنت بس أطالع، أراقب الفتحة الصغيرة بين الباب والطوفة. الظلام ورا الباب كان ثقيل، مو طبيعي، مو ظلام غرفة، لا، كأنه شيء أعمق. فجأة السرير اهتز، وأنا وقف قلبي. حسيت بشيء يتحرك على فراشي، نفس صوتها. غمضت عيوني بقوة وقلت لا تفتحهم، لا تفتحهم. بس بعد لحظات ما تحملت وفتحتهم. شفتها تمشي فوق السرير متجهة لي، بس هالمرة مو نفس قبل. جسمها كان أطول شوي، وظهرها معوج بطريقة غريبة، وريلها مو كلها تلمس السرير، كأنها مو ثابتة. وقفت عند نص السرير ورفعت راسها، عيونها اخترقتني لما قالت: ليش ما فتحت الباب؟ صوتها كان أقرب، أوضح وأبرد. قلت وأنا أرجف: شنو تبين مني؟ سكتت شوي، وبعدين انطقت كلمة واحدة: أنت. وبسرعة نطت، مو نطة طبيعية، نطة وصرت فيها فوق صدري بثانية. جسمي تجمد، حاولت أدفعها ما قدرت، كأنها أثقل من وزني. قربت وجهها مني وقالت: أنت اللي دخلتني. ارتبكت: شلون يعني؟ ابتسمت. إيه، الكائنة اللي قدامي اللي تشبه القطوة ابتسمت وقالت: يوم شفتني وما عبرتني وما سكرت الباب عدل. وسكتت لحظة، وبعدين همست: أنا ما أدخل إلا إذا أحد سمح لي. جسمي كله قشعر. تذكرت لما فتحت الباب أول مرة، كنت واقف والباب مفتوح وهي وراي. يمكن للحظة، يمكن لما كان من هد حيلي وما عندي ذرة طاقة أو انتباه، كنت تارك لها مجال تدخل. بهاللحظة صرخت بكل اللي فيني: طلعي الحين. ضحكت ضحكة مو طبيعية، فيها أكثر من صوت، كأن مجموعة ناس يضحكون بنفس الوقت. وبعدين بدت تتغير، جسمها يتمدد بشكل مو طبيعي، شعرها يطيح، وعيونها تكبر بطريقة تخوف. وفجأة ما أقدر أسمي اللي قدامي قطوة، كلش لا. اللي شفته كان شيء ثاني، شيء نصه إنسان ونصه شيء ما له اسم. وجهه كان قريب مني حيل، بس مو واضح بالكامل، كأنه مغبش أو متشوه. ومع هذا كنت حاس إنه يطالعني مباشرة، وقال بصوت ثقيل: أنا أبي روحك وروح اللي بهالبيت كلهم. وسكت لحظة، وبعدين لف راسه صوب الباب المفتوح وقال: أبي البيت كله. وفجأة انطفت الليتات كلها، غرفة، صالة، كل شيء ظلام كامل. وآخر شيء شفته عيونها، بعدين ما أذكر شيء.
صحيت الصبح على صوت أذان الفجر. كنت على السرير لحالي، الغرفة طبيعية وكل شيء بمكانه، حتى الباب كان مسكر. حاولت أقنع نفسي إنه مجرد كابوس، بس لما قمت ورحت الصالة وقفت مكاني. الأرض كان فيها آثار رجول، بس مو رجول إنسان كاملة ولا رجول حيوان، شيء بينهم، وكانت مبلولة كأنها طالعة من ماء. الآثار كانت ممتدة من باب البيت لين غرفتي، ومن غرفتي راجعة مرة ثانية للباب. ركضت بسرعة، فتحت باب البيت وطالعت برا. ما كان في أحد، بس على الأرض قدام الباب نفس الآثار كانت موجودة وممتدة للشارع. وقفت أحاول أفهم ايش قاعد يصير، بس اللي خلاني أتجمد بمكاني لما رفعت عيني وشفتها. نفس القطوة بعيدة شوي بنص الشارع، قاعدة وتطالعني. هالمرة كان لها ظل، بس ظلها مو طبيعي، كان أكبر منها بوايد، كأنه تابع لشيء ثاني مو لها. وقبل لا أرجع أدخل سمعتها، مو بصوت عالي بس واضح، قالت: ومن يومها وأنا مو مرتاح، مو بس بالليل، حتى بالنهار أحس إن في شيء يراقبني. وكل يوم بالضبط الساعة 3 يرجع نفس الصوت. بس أمس صار شيء مختلف، ما كان بس صوت، كان في على باب الشقة. وقفت قدام الباب وقلبي كأنه بيطلع من صدري. سألت: منو؟ سكت شوي وبعدين جاوبني صوت، مو صوت القطوة هالمرة، كان صوتي أنا، وقال: أنا، افتح.